لو انت طالب وعايز تاخد خطوة تفرق معاك في حياتك المهنية والعملية ومستقبلك بشكل عام، أو لو انت أب وعايز تأمن لابنك مستقبل وحياة أفضل، يبقى كمل معانا لأن الفيديو ده عشانك. في حاجات كتيرة ممكن تدفعك للتفكير في السفر والحصول على شهادة جامعية من أمريكا أو أوروبا مثلا. إيه هي بقى الحاجات دي؟ وليه أنت ممكن تفكر في السفر والدراسة؟ أول حاجة، إنك هتحصل على تعليم أفضل. إيه رأيك لما تدرس فيزياء أو كيمياء في الجامعات اللي خرجت أفضل العلماء في المجالات دي، وفيها أفضل وسائل البحث العلمي والتدريب العملي والدراسة فيها أكثر عمقا؟ طبعا ده إضافة لحصولك على شهادة معتمدة دوليا، وهتكون قادر إنك تدرس تخصصات مش هتكون متاحة في بلدك. وطبعا ده معناه فرص عمل أفضل، لأنك هتكون في الصدارة لما يكون الكلام على العمل والحياة المهنية. ده غير إنك بسهولة ممكن تجد فرصة عمل في دولة أجنبية وبالدولار كمان. هتكون محتاج ومضطر في نفس الوقت إنك تستخدم اللغة الأجنبية طول الوقت، فهتكتسب الطلاقة بشكل سريع مع لكنة سليمة في النطق. ولو انت فاكر ان الموضوع هيكون صعب، فانت هتندهش من سرعة التعود والتأقلم مع المجتمع الجديد. هتعيش تجربة جديدة محتاج فيها انك تعتمد على نفسك وتتعلم ازاي تدير حياتك وتنظم وقتك، وانك تعيش وتنجح من غير ما تكون معتمد على اهلك. وكمان هتتعامل مع ناس من خلفيات مختلفة عنك، وهتكون قادر تفهم وجهات نظرهم وتكون اكثر مرونة في التعامل. هتنفتح على مجتمع جديد وتتعرف على ثقافات مختلفة. انت يمكن تكون سمعت الكلام ده قبل كده، بس سمع حاجة وانك تعيش تجربة فدي حاجة تانية خالص. لان تجربتك مش هتنتهي عند بوابة الجامعة، انت هيكون قدامك فرصة السفر وزيارة اماكن كتيرة جميلة ورائعة في البلد اللي انت بتدرس فيها، وهيكون عندك قصص كتيرة تشاركها مع اهلك واصحابك، وذكريات كتيرة هتكمل معاك باقي حياتك. هتكون صداقات من بلدان مختلفة واماكن كتير في العالم، وهيكون عندك اصحاب من خلفيات وجنسيات مختلفة. اجتمعتوا كلكم على هدف واحد وهو الدراسة. هتعيشوا مع بعض تجربة جديدة تفضلوا فاكرينها طول العمر. والسؤال دلوقتي، ازاي تقدر تسافر؟ في اماكن كتيرة ومكاتب بتقدم خدمات تسهيل الدراسة في الخارج. المهم ازاي انت تختار مكتب او مكان عشان يسهلك اجراءات السفر. اسأل وابحث عنه كويس، وياريت لو في ريفيوز عن تجارب الناس مع المكان ده. شوف ايه الخدمات اللي بيقدمها، وشوف الجامعات اللي بيرشحها من حيث الدراسة وجودة التعليم، وشوف برضو اذا كان متعاقد او عامل شراكة مع اي جامعات اجنبية. وبالفعل انا تواصلت مع مكان منهم عشان اعرف ايه اللي بيقدموه وممكن يساعدوك ازاي لو فكرت تسافر. قالوا لي انهم بيكونوا جنبك من اول لما مجرد تفكر في الموضوع، بيقعدوا معاك ويساعدوك في اختيار مجال الدراسة حسب اهتمامك ومهاراتك. بيشوفوا ايه المواد اللي انت شاطر فيها وبتحبها، ويرشحوا لك الكلية والجامعة اللي ممكن تكون مناسبة ليك. بيشرحوا لك خطوات التقديم ويعرفوك ايه هي الاوراق المطلوبة. بيعملوا لك الابليكيشن ويقدموه للجامعة، وبيجيبوا لك خطاب القبول او الاكسبتنس ليتر، وده اللي بتستخدمه عشان تجيب الفيزا من السفارة. بيرتبوا معاك اختبار لتحديد مستوى اللغة في الجامعة اللي انت اتقبلت فيها، ده عشان لو انت محتاج تأهيل في اللغة تبقى عارف انت محتاج تدرس كام سمستر قبل بداية الدراسة من غير حتى ما يكون معاك ايلتس او توفل. بيساعدوك وانت بتقدم على الفيزا في السفارة، وبيقدموا لك كل الدعم والنصايح، وينسقوا مع الجامعة لو لازم الامر. بعد الفيزا بتستمر المتابعة، ويخلصوا لك كل اجراءات التسجيل في الكلية هناك واجراءات السكن والتأمين الطبي. بيحسبوا لك كل التكاليف شاملة حتى مصاريف الكتب. وبعد كده بتستمر هنا المتابعة مع الأهل عشان لو حابين يطمنوا عليك أو محتاجين أي حاجة. والمكتب عامل شراكة مع أكتر من جامعة أجنبية. في النهاية أنا شايف إن الدراسة في الخارج فرصة كويسة جدا وهدف يستحق إنك تسعى وراه، وأعتقد دلوقتي إنه بقى عندك قدر من الحماس إنك تبحث وتدور ورا الموضوع ده. وتمنياتي ليكم دايما بالنجاح والتوفيق، ونتقابل قريب إن شاء الله.